اسمه الصفة محمد العتابي، الكاتب العام ديال الفرع المحلي للنقابه الوطنيه لإخراج الأجرة بالحسيمة. مشرفين بارك الله فيك. بالنسبه لكم انتم حاضرين من مدينه الحسيمه بالمعرض الدولي، والمعرض لاول مره كيتنظم ديال تاكسي اكسبو، كيفاش جاتكم الفكره ديال المعرض وانتم اليوم متواجدين من الحسيمه حتى الدار البيضاء؟ الصراحه يعني بالنسبه للفكره ديال التنظيم ديال هذا العرض يعني جات في المستوى، خصوصا وان واحد المجموعه ديال المهنيين على المستوى الوطني يعني اليوم انا تلاقيت يعني جات لنا المناسبه بعدا باش نشوفوا الاخوان ديالنا ونتعرفوا على واحد المجموعه ديال المناضلين وعلى المسؤولين النقابيين والهيئات المدنيه ديال قطاع سياره الاجره. بالنسبه للسيارات، بالنسبه للاصل الاسطول يعني واحد المجموعه ديال الشركات كما كنشوفوا يعني نزلت في هذا المعرض وعرضت النماذج وسميتو ديال السيارات اللي يعني غتخدم سميتو سياره الاجره. بالنسبه للاثمنه، الصراحه اثمنه في المستوى السياره كذلك كاين مساعدات، كاين تسهيلات وكاين تخفيضات. هذا الشيء اللي كيتميز به هذا المعرض بالنسبه للتخفيضات يعني في المستوى الصراحه. وكنحيوا الاخوان اللي وقفوا يعني على تنظيم هذا المعرض ديال الطاكسي ديال اكسبو 2016، كنحيوهم عاليا. شكرا. غادي نخرجوا بك من المعرض وغادي نمشيو بك للحسيمه والقطاع ديالكم والاكراهات التي يتخبط فيها هذا القطاع، المشاكل اللي كيتخبط فيها، لان كنشوفوا عبر وسائل الاعلام المكتوبه والمرئيه الوقفات، المعاناه. يمكن لك تحدثنا انت اللي عايش هذه المشاكل هذه؟ بالفعل كما تبعتوا معنا وتبع معنا الرأي العام سواء المحلي ولا الوطني ولا الدولي، واحد المجموعة ديال المعارك تفجرت على مستوى المدينة ديال الإقليم ديال الحسيمة، لأن القطاع على مستوى الإقليم الحسيمة وصل لواحد المستوى ديال الإفلاس. يعني الإفلاس غادي أشواط يعني ديال الإفلاس. بالنسبة لأهم النقاط اللي مطروحة، مادام اسمح لي، مادام ذكرتي الافلاس وذكرتي المشاكل، شكون انتم بالنسبه لكم كمهنيين، شكون هما الاشخاص اللي كتهموا او الجهه اللي كتهموا بسبب افلاس القطاع ديالكم؟ بالنسبه للنقطه اللي وصلت القطاع لهذا المستوى ديال الافلاس هي المساله ديال اغراق الاقليم مؤخرا ابتداء من 2010 الى حدود الان بواحد المجموعه كبيره ديال المأذونيات اللي تقطرت على الاقليم، يعني بدون مراعاه الضوابط والآليات اللي ممكن أنها يعني يقيسوا بها العدد ديال السكنة والكثافة، واش بالفعل الإقليم يستطيع يستوعب ذاك العدد اللي تقاطر مؤخرا. يعني هذا هو المشكل الأول اللي وصل القطاع على مستوى الإقليم ديال الحسيمة لهذا المسألة ديال الإفلاس، بالإضافة لواحد المجموعة ديال المشاكل اللي عندها طابع محلي. مثلا كنلقاو أن التاكسي في الحسيمة خصوصا كرون تاكسي يعني محرومه من حقها في تاسيس فروع محطات، يعني المحطات فرعيه سواء داخل المدينه ولا خارج المدينه، حيث كما كنعرفوا ان المحطه الطرقيه هي المحطه المركزيه ديال سيارات الاجره. تما داروا يعني جمعوا التاكسيات كلهم في ذاك الموقع يعني في المدخل ديال المدينه، وما سمحوش للقطاع التاكسيات انها توسع وتخدم داخل المدينه ولا خارج المدينه. مادام باقيين كنتكلموا في المشاكل اللي كتعانيوا منها انتم في القطاع ديالكم، في قطاع سياره الاجره لا الكبيره ولا الصغيره داخل مدينه الحسيمه، شنو كطلبوا انتم من هذا المنبر، من منبر تاكسي بريس؟ شنو هي الرساله اللي باغي توجه انت للمسؤولين ولجميع المهنيين؟ يعني الميساج يعني العاجل، خص تدخل العاجل بالنسبه للوزاره الوصيه، الوزاره ديال الداخليه، باش يعني توضع حد لهذه المساله ديال الزياده المهوله ديال عدد التاكسيات. لانه في 2010 كانت المدينه ديال الحسيمه كتوفر على ما يقارب 130 سياره اجره، بينما في ظرف يعني ما وصلش عام وصل العدد ازيد من 500 سياره اجره، وبالتالي يعني هذا العدد مبالغ فيه جا في واحد وقت وجيز تقاطر يعني فوقاش كنقولوا انه تقاطر العدد يعني بحال الشتا ضرب بهم الشتا، وبالتالي وصل للمستوى ديال انه العرض اكثر من الطلب، خصوصا واننا كنعرفوا ان مدينه الحسيمه ما هي منطقه صناعيه،
ما هي منطقه سياحيه، ما هي منطقه فلاحيه، ما هي والو. والاغلبيه ديال الساكنه ديال المنطقه ديال الحسيمه راهم في الخارج، وبالتالي يعني هذا المشكل ديال الزياده هو يعني المشكل الاساسي اللي كيعانوا منه السائقين ديال سياره الارجع على مستوى الاقليم، واللي بسببه تفجرت واحد المجموعه ديال المعارك، معارك نضاليه، معارك احتجاجيه. وكما تبعتوا معنا وصلنا للمستوى قدمنا تضحيات الجسام في هذا الشيء. عندنا معتقلين، عندنا ناس يعني مستهدفين، المناضلين ديال النقابه الوطنيه في كل مره، التحرشات من قبل الاجهزه، يعني واحد المجموعه ديال التضحيات من اجل كنشكرك بالدور ديالي. رساله اخيره. نتمنى ان الميساج يوصل للمسؤولين ان شاء الله اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال هذا القطاع، كما اننا نناشد يعني جميع الاطراف وجميع الجهات اللي عندها ارتباط بهذا القطاع باش يدخلوا، لانه لا عندنا ملف مطلبي متكامل، عندنا وعود، عندنا محاضر اجتماع موقعه من قبل المسؤولين ديال الاقليم الحسيمه. نتمنوا انه يفكروا شويه في هذا القطاع ويحاولوا انهم يفعلوا هذه الوعود اللي تعطت لنا في مناسبات عده. بدوري كنشكرك، بدور الطاكسي بريس كنشكرك، وكنشكر جميع ساكنه مدينه الحسيمه. الى لقاء مقبل ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. شكرا.